مشروع ايه يا عم اللي انت عايزني اروح اشتغل فيه في الصحراء ده؟ ده الصحراء حر موت، ده انا اموت فيها. يا ابني ما قالوا في الورق مكتوب إن هيدونا 175 متر، براحتك بقى، عايز تبنيهم ابنيهم. ينفع نحط طب تكييف في البيت ده؟ تكييف براحتك، تكييف بيتك، حط فيه تكييف، حط اللي أنت عايزه يا عم. واجيب البت رشا بالمره اتجوزها في البيت دوت وتبقى قضيت، وازرع الارض حواليها وانت تشتغل بقى ترعى الغنم. المهم يا عمر دلوقتي لازم نفكر بذكاء، عشان الشغلانة دي هيقدم فيها أمة لا إله إلا الله، فنفكر بذكاء شديد عشان نطلقت من وسط الناس ونقبل في الشغلانة. مية مية على بركة الله، دماغك حلوة وبتعجبني دايما. وأنت لسه شفت حاجة؟ وسع يا ابوي، وسع يابا، احنا اللي جايين الاول. وسع يابا بدل ما اديك على دماغ انت. وسع يا علي كده. وسع يابا احنا اللي جايين الاول. وسع يا عم انت وهو ايه ده؟ ايه يا عم الدوشه اللي انت عاملها انت وهو دي؟ ايه انتوا رايحين؟ وايه اللي انت جايبه في ايدك؟ مش لك دعوة، مش لك صالح أنت. في ايه؟ ما تبقاش راجل غريب قوي. انتوا يا جدعان نازلين من الجرار على هنا على طول، واخرج بالفاس اللي انت جاي ده بيه بره حضرتك. لا ما نخرجش بالفاس، حاكم الفاس توجع في الراس. انتوا جايين عايزين ايه؟ احنا جايين نقدم على الارض اللي بتديها الدوله للناس اللي ما بتعملش اي حاجه. ايوه انا فهمت كل احنا حاجة. فلاحين واحنا اولى بالارض ديت، هنعرف نزرع اي حاجه يا باشا. اديني الورق واثبات الجنسيه بعد اذنك. احنا يا بيت بص في وشوشنا تعرف ملامحنا. يعني اخدك احطك في الملف اقدمك مع الورق يا استاذ، لازم ورق يثبت اللي انت بتقوله. يبقى هو ده الورق صح؟ كده تمام. عايزين بقى حته في الصحراء تكون حلوه وتكون واخده ناصيه وتكون بحريه. احنا هنا بنعمل قرعه حضرتك، واللي بيجي عليه الدور او يقع فيه النصيب بياخد الارض. يلا بينا يا ابو خالد. اتفضل يا بيه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.